السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. من الأشياء التي صارت عادة عندنا وضع الخبز في فريزر الثلاجة ثم تناول هذا الخبز عند الحاجة إليه، ولكن الكثير من خبراء التغذية حول العالم يحذرون من وضع الخبز في الفريزر ثم تناوله لاحقا وفقا لموقع هافينجتون بوست. لكن ما السر في ذلك؟ يكمن هذا السر في التعقيدات التي تجري في دورة حياة الخبز. فالخبز ينتج ساخنا لدرجة شديدة ثم يبرد شيئا فشيئا، والذي يحدث هو أن النشويات الموجودة في الخبز يعاد ترتيب جزئياتها في ظل السخونة الشديدة في عملية الخبز، وعندما يبرد الخبز تعود هذه الجزئيات إلى ترتيبها الأصلي، وهو الأمر الذي يحول الخبز تدريجيا إلى مرحلة الصلابة وفقدان النضارة ثم التعفن. هذا في المراحل الطبيعية لتبريد الخبز. أما في حالة الحاجة لتخزين الخبز في الثلاجة رطبا وتناوله رطبا طريا، فإن الخبراء ينصحون بوضعه في وعاء محكم الغلق، أو أن يلف في كيس بلاستيك بعناية شديدة ثم يوضع في فريزر الثلاجة لتجميده، وعند الحاجة إليه ينصح بتركه فترة قليلة حتى ذوبان الثلج منه تماما، ثم يمكن إعادة تسخينه وتناوله مرة أخرى.